انا مش مصدق ان انا كنت مرتبط بحد بيشارك معايا كل حاجة، وبعد ما سيبنا بعض كل الحاجات اللي كان بيشاركها معايا دي هتروح لحد تاني. الدلع والحنية والطبطبة والاهتمام. في ناس كتير بلاقيها جايالي بتقولي كده. بلاقي واحد بيقولي انا عندي مشكلة، انا كنت مرتبط بحد والحد ده سابني. فانا مش متخيل ازاي الحد ده هيروح لحد تاني ويهتم بحد تاني غيري. ليه؟ هو انت مين قالك اصلا ان الحاجات اللي كان بيعملها لك الشخص ده كانت بتاعتك اصلا من البداية؟ دي كانت مجرد فترة في حياتك، شخص كده عدى على حياتك قعد فيها شوية، ما كملتوش مع بعض. طالما ما كملتوش مع بعض يبقى الحاجات دي ما كانتش بتاعتك أصلا، كانت بتاعت شخص تاني هيكون نصيب الشخص ده بعدين ويكملوا مع بعض. بس انت كان قدرك انك تقابله ويعدي على حياتك فقط لا غير. ليه اتكتب باسمك؟ ليه معذب نفسك ان الحاجات دي بتاعتك وحاسس ان في حاجة ملكك راحت منك؟ طالما ما كملتش معاه يبقى مش مكتوب لك. انت كل حاجه بتاخد فيها حقك بالظبط، ما بيبقاش في حاجه زياده المفروض ان انت كنت تاخدها وما خدتهاش، لان كله بيكون مكتوب.